يعني قلنا ان الاهلي لا يستحق الهزيمه واشدنا وقلنا ان الاهلي كان الافضل في الشوط الثاني، انما يعني اما نحط عنوان للمباراه دي نقول شكرا للاداء عذرا للنتائج. النتائج جاءت مخيبه للامال. دايما جمهور الاهلي عنده طموح في نتائج افضل. الاهلي حقق المركز الثالث في بطوله عام 2006 في بطوله اقوى. الاهلي اليوم يحقق الرابع في بطوله اضعف عام 2012. نستطيع أن نقول أن هناك تفوق كبير من مدرب مونتيري فيكتور على مدرب الأهلي اليوم بوضوح، بمعنى أن مدرب مونتيري عالج ضعف مدافعيه بتفوق شديد من حارس مرماه، واستثمر بعض المهارات الفردية في فريقه عن طريق كورونا وديلجادو وفاز بهدفين. مع مش معنى فاز يعني مدرب مونتيري على فنيا تفوق. فنيا طبعا فنيا تفوق لأنه بقي في الدفاع لم يجازف بالظبط، ولعب الهجمات المرتدة. لعب على الهجمات المرتدة. يعني بالنسبة لك هذا التفوق كبير بالنسبة لمونتيري طبعا. يعني فنيا تفوق. أسهل الحلول وأن تبقى تنتظر الأهلي في مناطقك وتلعب الهجمات المرتدة. انما الاهلي لعب كوره. انا اقول لك تفوق. الاهلي لعب كوره. الاهلي لعب كوره على في الملعب كله، يعني في جميع انحاء الميدان لعب كوره. انا دلوقتي بقول يعني مدير فني لفريق مونتيري تفوق فنيا، يعني بلغه المدربين، بمعنى انه يعلم امكانيات لاعبيها ولعب في حدود هذه الامكانيات، بمعنى أنه لم يبالغ في الهجوم لأنه عنده مشاكل دفاعية، عنده مشاكل في وسط الملعب، استثمر الهجمات المرتدة وأحرز منها هدفين. الأهلي سيطر معظم فترات المباراة، ولكن عنده أخطاء منذ البداية أشرنا ليها قبل أن تبدأ المباراة، وهي أن تلعب طبعا في الفريق. نحب نذكركم أنه الحوار مفتوح، يعني كابتن شتالي جيسون يمكنكم التدخل في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا في المباراة. يعني خلينا نكمل بس الأول، وبعد كده اللي عايز يتدخل. أشرنا قبل البداية أن الأهلي لعب في التشكيل. مدرب الأهلي غير 4 لاعبين مرة واحدة. هناك تغيير إجباري. هو نمشي بنقطة بنقطة في حارس المرمى. معناتها نمشي بنقطة بنقطة. النقطة الأولى أنت قلت أنه تفوق مدرب مونتيري على مدرب الأهلي. على مدرب طبعا على حسن في تفوق فني. فيه تفوق يعني. هل هذا يعتبر تفوق فعلا أم لا؟ يعني بالنسبة لهذه المباراة هل هذا تفوق